السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. وهذه غيبة غبت عليكم بزاف، يعني الظروف. المهم اليوم غادي ندير معكم السوشي اللي غنديرو لأول مرة في القناة. كنحتاجو ليه ورق النوري، راه كيتباع في لي سوبر مارشي. هذه فيها الباكية فيها 5، هادو راهم كافيين كيديروا كمية وما غالياش. يعني خذوا غير هاد النوع هذا، يمكن داير شي ما كملش 20 درهم، شي 18 درهم. غنحتاج الرز الابيض، داك المكركب، حيت هو اللي كيجي كيصلح للسوشي. خدينا هنايا انا 5 د الورقات، خديت درت ليهم كاس كبير ديال الرز عامر. كنسلقوه غير بالماء وكنستقطروه وكنخليوه حتى كيبرد مزيان، كيولي بارد كاع. من بعد كناخذوا واحد زليفه، كنديروا فيها 2 معالق ديال السكر، كنديروا فيها 2 معالق الخل، وكنديروا شويه ديال الملحه، 4 معالق ديال الملحه. كنخلطوا داك الخليط، هو اللي كنخلطوه كما كتشوفوا، كنخلطوا به داك الرز. نتوما السكر والملحه كتوازيوها على حسب المذاق ديالكم. والخل، الخل هو اللي كيتواتى مع السوشي. كما كتشوفوا انا كنخلطو مزيان حتى كينسجم داك الخليط اللي ضفت ليه. كناخذ الحصيره، راها معروفه خاصه بالسوشي، درت عليها ورق السلوفان او ديروا بلاستيكه، كتسهل عليكم المأموريه وما كتوسخوش. كناخذوا داك الروز، هذيك الجهه اللي حرشه هي اللي كتجي من الفوق، اللي كننزلوا عليها الروز، والجهه الملسه هي اللي كتجي من التحت. الا كتلاحظوا راه في واحد الخطوط، حاولوا ديروهم بحال اللي حطيتهم انا بالطول. كنبقاو نديروا الروز وكنضغطوا وما توصلوش حتى للحاشيه، باش هذيك باش كتلصق ليكم. فاش كدوروا كيلصق ليكم الورق ديال النوري ديالكم. كنحاولوا نعمروا الفراغات وحنا بنفس الوقت كنضغطوا باليدين ديالنا. علاش؟ باش يتماسك الروز كيلصق مزيان حتى كتعمروها كامله. من بعد غادي ناخذوا، انا خديت هنا الخيار اللي كنقطعوا شرائح رقيقه، كل واحد وباش كيبغي يعمر. انا درت ما درتش لا كروفيت لا حتى شي حاجه، يعني مره ثانيه وليت صايبته ودرت فيه كروفيت. هذا الجزر كيعطي واحد اللون والمذاق، قطعته حتى هو، حيدت له القلب وقطعته شرائح كما كتشوفوا رقيقه بزاف. وهذا السيريمي راه كيتباع في لي سوبر مارشي، الحك ديالو. انا كنقطعه بحال هكا، هو راه ديجا راه طايب مسلوق عندهم كيكون واجد. وهذا فروماج موتزاريلا، قطعته حتى هو شرائح. وهذه لافوكا كتكون متنوعه، هاد السوشي كيكون منوع صافي. ودابا غادي نضغط مزيان، نحاول باش نخليه الداخل ديال، فاش نكون كنلف ما تخرج لي حتى شي حاجه. وانا كنضغط بالحصيره، راه كتباع غير ب5 دراهم، موجوده صافي. وكنضغط كنلوي وانا كنضغط كما كتشوفوا باش كتماسك ليا الرولي ديال السوشي. ولا خرجوا لنا شي حاجه خرجت لنا مع الجوانب راه حنا كنحيدوها صافي. دابا غادي نهزها كما كتشوفوا راها واجده، وغادي ننزلها في واحد الصحن اولا صينيه. هاد الحوتات اللي كنزل فيهم راه عندهم تقريبا عندهم اكثر من 50 عام، يعني ودع حر. كان الوالده ديالي خداتهم هادو فاس من المونيبري، كان في الشارع. اللي كيعرف المونيبري كما شفتوا انا وريتكم كيفاش تحطوا ورق النوري الجهه الحرشه من الفوق والخطوط بالطول، حيت باش كتعطيكم السوشيه كيفاش كتقطعوها، يعني بالعبار. ثاني غادي نعمروا الرز ونفس الطريقه غنستمروا حتى كنكملوا داك ال5 د الورقات اللي عندنا في الساشي اللي شرينا، يعني في الكيس.
نتوما كتعمرو نتوما كتضغطوا بيديكم باش كيتماسك الرز على الورق. هذيك الحاشيه كنسدوها بشويه ديال الماء، كندهنوا بالاصابع ديالنا الحافه بشويه ديال الماء، غير بصبعكم اولا بالشيته ولا باش ما بغيتو. كما كتشوفوا كنحاول انني ما نوسخش الجوانب. صافي دابا غادي ناخذ عاوتاني غنعمر في شكل ثاني. درت ثاني الخيار ودرت الجزر، وغادي ندير التمر ثاني في شكل ثاني باش كيجي السوشي ديالنا مختلف. هذا لا داند فيمي، يعني شرائح الديك رومي مدخن. راه خديت انا اللي ما فيهش الابزار، اللي بغى ياخذ بالابزار كياخذوا على حسب اللي كيبغي. هو من الاحسن تاخذوا بلا الابزار لان مع السوشي ما كيجيش حار. المذاق ديالو كيجي مالح حلو لان دايرين في الرز السكر والملح والخل باش كتعطيه داك الحموضه كيجي بنين. صافي كيما شفتوا كنسد وثاني غنضغط ونلوي الرولو الثاني ديالي. يعني هاد 5 ديال الورقات ديال النوري راه كيخرجوا كميه ما شاء الله كما شفتوا في اول لا فيديو. ثاني غادي علاش انا دايره بلاستيكه لان باش كتبقى لي نقيه الحصيره ما كنوسخهاش. وغادي نضغط ثاني نفس الطريقه كما درنا في الاول والثاني. غادي نديرو هذا الثالث. كنعمروها مزيان كما شفتوا نفس الطريقه اللي كنديرو في هذا كنديرو في الاخر كنديرو في الاخر، يعني نفس الشكل. غادي نلفها ثاني وزيروا دائما يديكم باش ما يجيكمش خاوي من الداخل، يعني كيجي متماسك وعامر. دائما ضغطوا وحاولوا تلصقوا مزيان باش ما تبقاش لكم البلاصه خاويه. والحرشه دائما من الفوق ورطبه من على برا من التحت. كندير كما شفتوا غير بالمعلقه الروز وانا كنوزع وكنضغط حتى كنعمرها. غادي نرش بالسمسم السنجلان بيض، يعني ما محمرش، راه كيتباع في المحلات. وغنضغط عليه مزيان وهذه غادي نقلبها غادي يجي بحال الوجه بحال الظهر. وعاود غندير الروز ثاني وغنضغط مزيان بيديا تنعمرها بحال اللي عمرتها من اللور. يعني هذه غادي تجي بيضه من الفوق، يعني الروز من على برا ومن الداخل. هانتوما كتشوفوا كنحاول نعمروا الفراغات كاملين باش ملي كتقطعوا السوشي ديالنا كيجينا عامر ومزيان. صافي دابا غادي نعمرو ثاني نفس الطريقه. انا استخدمت الخيار الجزر الموتزاريلا قطعتها حتى هي هكاك سيور، والسيريمي لافوكا ولا دند يعني شرائح الديك الرومي. كما ممكن تخدموا اي نوع ديال الاجبان، ممكن ديروا السومون، ممكن ديروا كروفيت مسلوق، ممكن تديروا ثاني حتى الحوت خضر وكنديروا لهم واحد السائل كتغطسوا فيه، يعني ديال الدقيق والماء كيكون خفيف شويه. كنغطسوا فيه السوشي بعد ما كنقطعوه
وكندوزوه في لا شابلور، يعني الشابلور اولا تقلي شويه، ما كتكثرولاش بزاف غير باش ملي كتقليوه ما كيتشتتش ليكم في المقلاة، هو كيجي زوين. انا ما درتش المقلي الصراحه، بغيت يعني تعطيوني رايكم في الكومونتير يا في التعليق. انا اول مره كنصايب السوشي، وعاود صايبته مره ثانيه مور هذه اللي اول مره، وليت ثاني صايبته ولكن ما صورتش. خدمت فيه بزاف ديال الاجبان، وخدمت فيه الكروفيت يعني القمرون. صافي وغادي نكمل هذه الورقه اللي بقات ليا حتى هي غادي نعمرها وغادي نلفها وغادي ندوزو باش نقطعو السوشي ديالنا. بعد ما كننظفوا سطح العمل اللي خدمنا عليه. كما كتشوفوا انا راني كنحاول نزرب شويه باش ما نطولش عليكم لا فيديو. صافي الشرائح الخيار اللي بقاو لي ومع الجزر غادي نخدمهم، وعندي هنايا السيريمي حتى هو غنخدمو، وغادي ندير تاني حتى نحاول نقادوهم باش كيجيو متسامين. وكندير شرائح الديكرومي حتى هما. صافي وغادي نلفها، هذه هي الاخيره، يعني 5 ديال الورقات عمرت. تشوفوا شحال ديال الكميه غيخرج، ما شاء الله راه كتخرج كميه يعني لا باس بها. كما تشوفوا كل ما لفيت كنضغط بالحصير. صافي انا كملت، غادي نسدوها ونلفوها صافي، وغادي ندوزو كما قلت لكم باش نبداو نقطعوا السوشي ديالنا. خذوا واحد المسماضي، وعلاش غادي تقطعوا كما كتشوفوا، وغنبداو نقطعوهم. يعني الحجم ما يكونوش كبار ما يكونوش صغار، يعني متوسط على حسب وحده، هي كل واحد يعني وحده في مره. صافي غادي نقطعو كامل. ضروري الموس يكون ماضي باش ما يخسرش ليكم، وديروا غير موس صغير بحال اللي درت. هذا هو الشكل ديالو النهائي. نتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعليق. والصراحه كاول مره كنظن انني يعني نجحت في التحضير ديال السوشي. وما تخافوش زعموا وجربوه في البيت، كيطيح ارخص واحسن من ديال المحلات لان كيتباع غالي هو. وما تنساونيش من اللايك والبارطاج وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وكنعتذر مره اخرى على الغيبه اللي غبت بزاف على القناه، ونتمنى نجدد يعني الفيديوهات معكم اللي غننزل دابا مور هادو. ونتمنى تكونوا بخير والكل كيتمتع بصحه جيده، ونتلاقاو في فيديو اخر بحول الله. ودمتم سالمين، وسلامي المتتبعين ديالي كاملين في اي مكان. وكنقول لهم تواصلوا معايا من جديد، وكنشكرهم بزاف. وهذه السوجه اللي رافقت معاه.